السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. حلقة جديدة من دنيا المطبخ. النهاردة ان شاء الله نحضر مع بعض مربى التين بطريقة سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تحطوا لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. اول حاجة معايا كيلو وربع تين، يكون طري كده، ولو ناشف مفيش مشكلة، بس يعني يستحسن في المربى يكون طري. دي اول حاجة معايا. بجيب التين طبعا بغسله وبصفيه من المية، وببتدي ان انا اقطعه كده قطع صغيرة. لو انت عايزة المربى بتاعتك تبقى قطع صغيرة ومش لازم ان انت تهرسيها، لو انت عايزاها قطع كبيرة تقدري تقطعي التين بتاعك على 4 كده زي ما انتوا شايفين. ولو انتي عايزة تهرسيها بهراسة او بهاند بلندر مفيش اي مشكلة، تقطعيها اي تقطيعة انت حبيها. بس انا بقولك قدامك دي قدامك دي، انا عن نفسي هقطعها صغير، لان احنا بنحب القطع تبقى قطع صغيره، ما بنحبهاش مهروسه. وده كده قبل ما احضر المربى بيوم. معايا كوبايتين وربع سكر من الكوبايه اللي انتوا شايفينها دي، مج الشاي العادي، وهضيفهم بقى على كميه التين اللي معايا، وهي كيلو وربع تين يعني. كل كيلو فاكهه هحط له نص كيلو سكر. تمام. وتقدري تطبقي الطريقه دي على اي نوع فاكهه انت عايزاه. زي ما انتوا شايفين بعد ما قلبته كويس جدا سبته بقى لتاني يوم في التلاجة. وده كده شكله تاني يوم. طبعا نزل المية بتاعته والسكر دايب كده الى حد ما، وبوريكم المية اللي نازلة منه. بجيب بقى الحلة وببتدي ان انا انزل فيها التين او المربى بتاعتي، عشان ابتدي ان انا ارفعهم على النار زي ما انتوا شايفين كده. وببتدي كده اقلبها. وتاني حاجة بقى معايا في الوصفة، وهي معلقة ليمون، ودي يعني ذرة من ملح الليمون، ذرة، وهوريها لكم قد ايه، عشان دي لو كترت بتبوظ معايا المربى خالص. اول حاجة انا برفع المربى او التين بتاعي على نار عالية زي ما انتوا شايفين كده، وريتها لكم. وببتدي ان هي اول ما تغلي ببتدي ان انا اشيل الريم الابيض او الطبقة البيضة اللي بتطلع على الوش دي، بشيلها خالص بالمعلقة كده، عشان تطلع المربى بتاعتي صافية ولونها مش معكر كده، يعني تطلع اللون بتاعها صافي كده وجميل. تمام. وبعدين دي يعني بتخليها ايه تبوظ بسرعة لو انا سبتها فيها. بسيبها بقى على النار تغلي لحد كده ايه ما تبتدي تغلي كده غلوتين تلاتة، بنزل بعصير الليمون. هيو عصير نص ليمونة كبيرة او معلقة كبيرة من معلقة الاكل بتاع معلقة الرز العادية، بملاها كده ليمون وانزلها عليها. تمام. وبصوا طول ما انا واقفه اي الريم الابيض اللي بيخرج من على الوش ده بشيله. بس اول ما بنزل الليمون وبتبتدي تغلي بهدي النار خالص، وبسيبها بقى مع نفسها كده. يعني ما بتاخدش وقت كتير على فكره، حوالي نص ساعه ولا حاجه. بس بتبتدي بقى ان هي ايه تخش في السوا زي ما انتوا شايفين كده، بوريكم المراحل بتاعتها. بصوا غليت كده، وبتبتدي ان هي تتكثف كده وتتقل وتستوي. انتوا بقى طبعا اكيد بتشوفوا ان هي تستوي التين بيبقى فيه فرق. دلوقتي بقى جت مرحلة ملح الليمون، شايفين هي قد ايه صغيرة يعني ذرة بايدك كده، او بصوا على طرف المعلقة زي ما انا وريتها لكم كده. بنزلها عليه دي بعد ما قعد على البوتاجاز حوالي كده يعني تلت ساعة. في اخر ربع ساعة من التسوية بتاعتها تقدري تنزلي ملح الليمون، وده بيكون هو مادة الحفظ بتاعها. لو هتطول معاكي في التلاجة، لو هتتاكل بسرعة او عاملة كمية صغيرة تقدري تستغني عنه خالص. دلوقتي بقى هوريكم ازاي تعرفي ان هي كده استوت معاكي. هقولك بقى تجيبي طبق فاضي كده يكون نضيف، وتجيبي معلقة من العسل بتاعها او الشربات او المية دي، وتشوفيها لو هي نزلت وفضلت مكانها زي ما هي كده تبقى دي هي كده تمام واستوت. لو فرشت معاكي في الطبق او سالت كده لا يبقى هي لسه مستوتش وعايزة كمان وقت على النار. لكن هي كده ممتازة وفي منتهى الجمال. طفيت عليها وسبتها بقى ايه تهدى مع نفسها، ما تحطهاش في البراطيم وهي تكون لسه سخنة جامد. يعني بستنيت عليها كده شوية، واول ما هدي كده وبقت دافية هبتدي ان انا احطها معاكم في البرطمان.
جبت بقى البرطمانين طبعا يكونوا مغسولين كويس ومتعقمين، والمربى في المرحله اللي هي قبل ما تحطيهم في البرطمان تقدري ان انت تضربيها بالهاند بلندر لو انت عايزاها مفرومه. احنا بنحبها كده زي ما هي كده، ما فرمتهوش. افضل حاجه في تخزين المربى هي ان يكون حاجه ازاز، يعني برطمان ازاز يكون مغسول كده ومتعقم. وطبعا انا عملت برطمانين كده، دول بياخدوا حوالي 350 جرام، اتبقى شويه حطيتهم كده في علبه تلاجة، وهخليها دي اول حاجه ان انا استخدمها. تمام، عملت معايا كميه كويسه جدا، حوالي كيلو مربى. فما شاء الله يعني انا الحبه دول كان ممكن يقضوا معايا برطمان تالت. فما شاء الله كمية كويسة جدا. اتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش بقى تحطوا اللايك ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس. اقول لكم دلوقتي بقى باي باي، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.